السلام عليكم. نقول هارد جمهور الهلال. خلونا نتكلم عن هدفين المباراة. هدف قرماهي الأول، واضح إنه قرماهي كان معتمد على الجهة اليمين صعود الظهير. الجناح دائما كان بينزل في أنصاف المساحات عشان يسحب معاه لوزولو ويلعبوا في ظهر سامورا اللي ما كان منضبط دفاعيا في الهدف، بغض النظر عن الخطأ الفردي اللي ارتكبه ستيفن إبويلا. هنا الجناح بينزل في أنصاف المساحات وعارف إنه في ظهير يمين حيطلع في المساحة وحيتلعب له كله في ظهر لوزولو وفي ظهر سامورا. العرضية بعد ذاك التواصل والتوافق ما كان حاصل بين لوزولو بين ستيفن إبويلا وبين فريد سفياني، فهدف كان خطأ فردي صراحة يتحملوه بالذات الجهة اليسار للهلال وستيفن إبويلا كخطأ فردي. هنا بنشوف سامورا كرة ما كان فيها اوفسايد في مساحة في التغطية العكسية، حتى لوزولو لما نزل الجناح استلموا قمرديني. انت افترض طوال تتوقع الكورة والتغطية بالنسبة لسامورا بالنسبة للوزولو، التغطية العكسية في ظهركم كان في مشكلة، اللاعب بيستلم مرتاح، الوصول المتأخر لديارة لأنه كانت بعيدة عليه، وسوى التوافق اللي حصل بين ستيفن إبويلا وبين سفياني فريد، فخطأ فردي صراحة من إبويلا، حتى الاندفاع كان من سفياني فريد، فهدف كان صراحة غريب نوعا ما من الهلال على مرماه لصالح قرماهيا الكيني. خلونا نشوف هدف الهلال عن طريق سامورا اللي كان فعال، كان أفضل لاعب في المباراة بالنسبة لي، كان لاعب يعني عنده دور وحضور في المباراة، ما عارف المدرب ليه طلعه. عندك الكورة عند الفريق الكيني قرماهيا، الهلال بيستعيد الكورة، أصلا التشتيت كان عشوائي، استعادت الكورة، لعب الكورة قمرديني في العمق، بعد ذاك عبد الرؤوف بدبل لستيفن إبويلا، التشتيت اللي كان عشوائي من إبويلا. الفريق الكيني طلع الكورة الأولى، الهلال قدر يفوز بالسكن بول أو الكورة الثانية، وتكلمنا عنه في واحدة من البوستات إنه الهلال لو امتلك وسط الملعب وقدر يفوز بالسكن بول ممكن يفوز بالجيم. عبد الرؤوف استفاد من الكورة الثانية في مساحة في موقف 2-2 لصالح الهلال، فتحة الجسم برضو لسويتش برضو لسامورا برضو، والتمريرة المفتاحية من عبد الرؤوف، كسر الاوفسايد من قلب الدفاع في قرماهيا الكيني. اللاعب صراحة إمكانيات كبيرة، محتاج يستمر يلعب باستمرار، اللاعب ده محتاج إنه يلعب طوالي بشكل مستمر على سنه يقدم لك مستويات. لاعب بيلعب برجوله الاثنين ما شاء الله عليه، بيشبه عثمان ديمبلي يمين يسار، ممكن تلعب جناح يمين ممكن تلعب جناح يسار، قدم مفضلة يمين قدم مفضلة أفضل يسار، لاعب إمكانيات كبيرة محتاج يلعب باستمرار. زي لاعب زي سامورا ده ألعب ما تخاف، خليه يلعب طوالي بشكل مستمر، بيقدم لك الأفضل والأفضل في المستقبل إن شاء الله تعالى.